السلام عليكم. اليوم إن شاء الله جبت لكم هاد الحريشات ديال الزرع الصراحة اللي كيجيو رائعين وصحيين تيوجدوا دغيا للفطور. يعني تتنوضي كتزربي عليهم دغيا كتوجديهم. المهم المقادير ديالهم ساهلين وغادي ندوزو دابا للطريقة ديال التحضير. هنا كناخدو واحد الإناء اللي كنخوي فيه هاد البلبولة ديال الشعير اللي عندي أنا هنايا. عندي رقيقة غادي نديرها، إلا كانت عندك الغليظة كيكون أحسن. المهم هنا غادي نخوي عليها الماء وغادي نغسلها مزيان وغادي نخليها تبات باش ترطب ليا على خاطرها. واللي زربان راكم عارفين انه كيخوي عليها الماء طيب، ولكن انا ما كتعجبني الصراحه بالماء طيب لانها بحال كطيب وكتولي بحال شي تشيشه وكتعجبي طيبيها وصافي. اما هذه كتكون احسن انك كتخليها ترطب على خاطرها. المهم من بعد ليله كامله هانتوما كتشوفوا يعني شربت الماء، بقى فيها غير شي حاجه قليله هي اللي بقات فيها كيف ما شفتوا. صافي غادي ندوز نزيد عليها العناصر الاخرى باش نحضروها. المهم هنايا من بعد ما باتت كيف ما قلت لكم ليلة كاملة ونضت باش نوجدها في الصباح للفطور. المهم هنايا غادي نزيد عليها شوية ديال زيت العود ديال المغرب، من احسن يكون ديال المغرب يكون زيت البلدي. كندير واحد الكمية لا بأس بها اللي غادي تخلط لكم، يعني اللي غادي توصل لينا كاع داك الشعير. بالضبط راعينكم ميزانكم، اما بالضبط انا ما كنديرش مقادير مضبوطة في بحال هاد الحوايج. يعني صافي كندير عيني ميزاني. وهنا غادي نزيد واحد الكاس صغير ديال السميده. هاد السميده حتى هي درتها رقيقه باش ما تعذبكمش، باش ديك الحرشه ديال الشعير ما تلصقش ليكم في الطياب ديالها كتكون ساهله. وغادي نزيد هنا واحد شويه ديال الخميره حبوب اولا الخميره المعجونه اللي عندكم نتوما. كيكون مزيان. المهم انا عندي هنايا حبوب زدت واحد شويه وغادي نزيد مليحه حتى هي ضروري كيف ما كتشوفوا على حساب الذوق ديالكم. اللي كينقص الملح راه غادي ينقص شويه. وغادي نزيد واحد الحساب معلقه صغيره ديال العسل. زوينه تا هو كيعطي واحد المذاق اللي زوين. صافي وغادي نخلط هاد العناصر كاملين. فقط غادي نخلطهم بالمعلقه، ما غاديش نحتاج نهائيا نقيس هاد الخليط بايدي. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نخلطو مزيان ونخليه واحد 5 دقائق بين ما وجدت المقله ديالي وسخنات. صافي وغادي نبدا غادي نبدا في الطياب. المهم ضروري انكم تخلطوا هكا بالمعلقه مزيان باش دوك العناصر يدخلوا في بعضياتهم، داك الزيت يدخل لينا مع الشعير مع السميده كذلك الملح. المهم تحاولوا تخلطوها مزيان على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. المهم صافي كيف ما قلت لكم تخليوها واحد 5 دقائق. هنا من بعد ما خليتها واحد 5 دقائق، من بعد ما وجدت راه كتزيد كتشرب لينا شويه مع ديك السميده حتى هي. صافي كنكون انا درت المقله ديالي تسخن. انا غادي ندير هاد المقله الصراحه هذه كنسميها فكاكه الوحايل لانها ما كتلصق ما حتى شي حاجه وعمليه. كنستعمل فيها البانكيك، كنستعمل فيها الحرشه، كنستعمل فيها بغرير، كنستعمل فيها اي حاجه كتجيني ساهله. وهانتوما شوفوا هاد الحرشه انا غادي نديرها، يعني ما غاديش نحتاج لا ندهن المقله ولا ندير ليها حتى الشعير من التحت اولا السميده. يعني مباشره كنديرها نيشان وكنقلبها ما كتلصق ليا ما حتى شي حاجه. هذه هي احسن حاجه في هاد المقله. صافي غادي ندير غنعمر هاد المقله ديالي كامله بهاد الحريشات ديال الزرع وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم ونقلبهم ونعاود نقلبهم باش يطيبوا ليا مزيان. صافي وكيكونوا واجدين ديك الساعه تعمري واحد الكويس ديال اتاي وتفطري الصراحه على خاطرك. وبهاد يعني بهاد المقله حتى هي راه كتهز لينا 7 ديال الوحدات، يعني دغيا 2 مرات ولا 3 كتكوني ساليتي الحرشه ديالك كامله. المهم صافي من بعد ما كطيو لينا من الجوانب كيف ما كتشوفوا كيبداو يديروا صافي كنقلبوهم على هاد الشكل. ها نتوما شوفوا اللون ديالهم كيفاش كيجي، صراحه كيجي كيشهي وكيجيو بنانين. ما نعاودش لكم ها نتوما راهم ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه ما تحتاجوش ديروا الزرع لا لتحت ولا الفوق نهائيا، يعني مباشره انك تحطيهم ويطيبوا. المهم هذه المرة الثانية كنوريكم. صراحة صافي ساهلين بهاد الطريقة، ساهلين دغيا كيوجدوا.
صافي وجدت واحد الكمية وفيرة اللي غادي تكفاني. المهم الفيديو ديال هاد النهار هو هذا. هانتوما شوفوا الحريشات كيفاش كيجيو دغيا كيوجدوا تبارك الله، كيجيو غزالين وصحيين للفطور ليكم ولوليداتكم. ما تحتاجي غير دهنيهم بشويه ديال الفرماج والعسيله، والصراحه كيكونوا بنانين مع واحد الكاس ديال اتاي. المهم الفيديو ديال هاد النهار هو هذا، تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيوه وما تبخلوش عليا بلي جيم ديالكم بالتعاليق ديالكم باش يبقى يوصلكم اي جديد. المهم ما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.